العقد مش ورقه جاهزه، ده مصير بيتكتب. خليني اقول لك الحقيقه من غير لف، العقد مش ورقه جاهزه ولا نموذج بتشتريه ولا ملف PDF تنزله من على النت وتكمل الفراغات وتقول الف الف مبروك. اللي بيعمل كده بيخبط في اول حيطه. ناس كتير بتروح المكتبه وتشتري عقد جاهز، وناس اكتر بتنزل نسخه من على النت وتملى الاسم والسعر والتاريخ وتحط الامضه. خلصت؟ لا، انت كده بدأت المشكله، لان اللي بيغيب عنك اخطر بكتير من اللي مكتوب. انت ولا بحثت تسلسل الملكيه، ولا اتاكدت ان البايع مالك فعلي، ولا اثبتت واقع المكان، ولا كتبت حاله الشقه، ولا سجلت مديونيات ولا عيوب ولا التزامات. كل اللي مكتوب فلان باع لعلان وخلاص. وبعد شويه نلاقي منازعات، نلاقي مشاكل، نلاقي الشقه فيها عيوب او عليها متاخرات او نزاع قديم طلع فجاه، وطبعا كل ده مش موجود في عقد المكتبه ولا مثبت. ونفس الغلطه بتتكرر حتى في عقود الشركات. عقود الشركات مش ورقه بتتكتب وخلاص، ده نظام حياه فيه اختصاصات، اداره، صلاحيات، توقيع، ومين يقرر ومين يلتزم ومين يحاسب. تفاصيل لو اتسهلت فيها النهارده هتدفع ثمنها بكره. وطبعا الكلام ده على الشركات العرفيه مش اللي فايت الاستثمار. افهم القاعده دي كويس، كل حاله بيع وليها وضعها، وكل اتفاق وليه ظروفه، والعقد لازم يتفصل على الحاله مش يتلبس جاهز. العقد مش بيحميك عشان مكتوب، العقد بيحميك علشان مفهوم ومتفصل صح. ما تمضيش على ورقه انت مش فاهمها، وما تعتمدش على عقد مش معمول علشانك. وافتكر دايما دقيقه فهم احسن من سنه في المحاكم.